فيلمنا بيبدأ سنة 1050 وبنشوف زعيمه بيكون معاه عدد كبير من الفايكنجز وبيكونوا رايحين علشان يسرقوا مكان مقدس اسمه نورماندي، وفجأة بيشوفوا أوضة سرية والراهب بيقعد يتحايل عليهم علشان ما يدخلوش الأوضة دي، لكنهم بيصمموا وبيدخلوها وبيكونوا فاكرين إن فيها كنز، لكن لما بيدخلوها بيتصدموا وبيلاقوا ذئب وبيقرروا ياخدوه معاهم. والأسطورة بتقول إن الذئب ده مش ذئب عادي، ده ذئب من الجحيم، والفايكنجز ما بيكونوش عارفين الموضوع ده. وبيرجعوا بعد كده الفايكنجز لبلدهم النرويج وبيكون معاهم الذئب، ولكن لما بتوصل سفن الفايكنجز بيكون كل اللي فيها ميت، وبكده يكون الذئب وصل لشواطئ النرويج. ومن ساعتها الرعب والظلم بدأ يظهر. وبعد ما بيعدي 1000 سنة من الحدث ده بنوصل للوقت الحالي في النرويج، وبعد كده بنشوف بنت اسمها سالي عايشة في مكان اسمه نيجو، وبتكون سالي عايشة مع عيلتها المتكونة من أمها اللي اسمها ليف وجوز أمها اللي اسمه آرثر وأختها جيني. وجيني بتكون ولا بتسمع ولا بتتكلم، بس عيلتها بيتواصلوا معاها بسهولة. وبتكون سالي قاعدة مع أختها جيني، وفجأة بيجيلها رسالة من واحد صاحبها جونز وبيطلب منها إنها تخرج معاه، فبتوافق سالي وبتروح علشان تعرف آرثر إنها هتخرج مع أصحابها. وبنلاحظ إن آرثر بيكون عايز يشيل الحواجز اللي بينه وبين سالي ويبقوا صحاب، ونفسه سالي تعامله زي أبوها، وبتكون سالي رافضة الموضوع ده خالص. بعد كده بتقابل سالي أمها وبنعرف إنها محققة، وبتقول لها سالي إنها خارجة مع صحابها. وبنلاحظ إن علاقة سالي بمامتها مش كويسة قوي، وإن الشخص الوحيد اللي علاقتها كويسة معاه في العيلة هي أختها جيني. وبتقابل بعد كده سالي جونز وبيكون معاه صحابه وبيعرفهم على بعض، وبتكون سالي متضايقة طول القعدة علشان ما تعرفش صحاب جونز ومش واخدة عليهم، فبتكون قاعدة مش على راحتها. وفي القعدة بتيجي واحدة اسمها إيلين صاحبة جونز وبتطلب منه إنهم يتكلموا لوحدهم، فبيقوم جونز مع إيلين وبيسيب سالي قاعدة لوحدها مع صحابه، وبيبدأوا يرخموا عليها لحد ما بتقوم سالي وبتسيبهم وبتقعد بعيد عنهم. وفجأة سالي بتلاقي بنت واقعة على الأرض وبتنزف، وأول ما بتشوف سالي المنظر ده بتجري عليها علشان تلحقها، وأول ما بتروح لها بتلاقي إن البنت دي هي صاحبة جونز، وبتلاقي سالي برضو جونز مرمي على الأرض وبينزف. وبتكون سالي قاعدة مش فاهمة حاجة لحد ما بيهجم عليهم حيوان عملاق وبياخد إيلين وبيفترسها. ولما بتشوف سالي المنظر ده بتترعب، وأول ما بتوصل الشرطة للمكان الحيوان ده بيختفي تماما. وبتكون ليف أم سالي مع الشرطة اللي وصلت المكان ده، وبتكون مصدومة إن بنتها في المكان ده مش مع صحابها زي ما قالت لها، وبتكون ليف خايفة على بنتها جدا لا يكون جرالها حاجة. بعد كده بتروح ليف تتكلم معاها، لكن سالي بتكون منهارة بسبب اللي حصل ومش بتتكلم. وتاني يوم سالي بتكون في البيت وبتسألها أمها عن اللي حصل، فبتقول لها سالي إن في حيوان عملاق ومفترس ظهر فجأة وخد إيلين، وبيكون الحيوان ده جرح سالي في كتفها، بس الجرح بيكون بسيط. ولما بتسألها أمها عن نوع الحيوان ده أو فصيلته ما بتعرفش سالي، فبتمشي أمها وبتروح علشان تحقق مع جونز وصحابه. ولما بتروح لهم بيقولوا لها إنهم شربوا كتير اليوم ده ومش فاكرين حاجة، ومش بتقدر ليف توصل لأي معلومة، وبتحذرهم ليف إنهم يخرجوا من البيت الفترة دي لحد ما يعرفوا إيه اللي حصل ويكونوا في أمان. وبالليل بنشوف ليف وهي بتحقق في القضية وبتكون شاكة إن الحيوان ده ذئب، لأن شكل رجل الذئب بتكون شبه آثار الأقدام اللي موجودة مكان الحادثة. وتاني يوم بتعرف ليف إنهم وصلوا لجثة إيلين وبتكون في المشرحة ساعتها، فبتروح ليف بسرعة للمشرحة وبتتصدم ليف من المنظر لأن الجثة كانت متدمرة تماما. وبتتفاجئ ليف لما بتعرف إنهم لقوا الجثة بعد 2 كيلو من مكان الحادثة، وده لأن صعب على أي حيوان إنه يسحب أي إنسان المسافة دي كلها ويفترسها كده. فبتقول ليف للدكتورة عن آثار الأقدام اللي موجودة في مكان الحادثة وإنها حاسة إنها آثار رجل ذئب، بس بتقول لها الدكتورة إن آثار الجروح اللي في إيلين كبيرة جدا. وبنشوف إن الدكتورة بتحاول تساعد ليف وبتقول لها على عنوان دكتور اسمه ويليام، وده بيكون دكتور بيطري وعنده خبرة في عالم الحيوان. وبتقول لها الدكتورة إن ويليام ممكن يساعدها في إنها تعرف نوع الحيوان اللي عمل كده، وبتشكر ليف الدكتورة وبتمشي. وأول ما ليف بتخرج بتلاقي أم إيلين جاته منهارة وعايزة تشوف بنتها، وبتحاول ليف تمنعها لأن منظر بنتها بيكون صعب جدا. بعد كده بنشوف شخص غريب رايح لاسم الشرطة وبيكون عايز يتكلم مع ليف، وبيكون الشخص ده اسمه لاريس وعنده إيد مقطوعة. ولما بتقابل ليف لاريس بيقول لها إنه عنده معلومات عن قضية إيلين، وبيقول لها إن الحيوان ده مش حيوان عادي وإنه ذئب ملعون واسمه ذئب الجحيم. وبيحكي لاريس عن أسطورة الذئب ده وإن الفايكنجز هم اللي حرروه من 1000 سنة وجابوه على الجزيرة، وبيقول إن الذئب ده قوته بتزيد كل يوم وإنه دلوقتي بقى ذئب خطر جدا وعملاق. بس بتكون ليف مش مصدقة كلامه ومش بتصدق في كلام الأساطير، وبتطلب منه إذا كان عنده معلومة حقيقية أو دليل يقوله، ولو ما عندوش يسكت. لكن لاريس بيقول لها إن دي الحقيقة وإنه بيطارد الذئب ده من كتير جدا وبيحاول يخلص عليه، وآخر مرة حاول يتخلص منه هجم عليه الذئب وأكل دراعه. وبيقول لها إنها لازم تقضي على الذئب ده وعلى أي شخص الذئب لعنه ولمسه، وده لأن لو جرح
الذئب ده اي شخص بيحوله لمستذئب، لكن بتتعصب ليف جدا من اللي بتسمعه وبتكون فاكراه بيهزر وبتطرده من المكتب. ولما بيقوم علشان يمشي بيقول لها ان الطلق العادي مش بيأثر في الذئب، وان لو هي عايزه تخلص عليه يبقى لازم تستخدم رصاص من الفضه، وبيديها رصاصه من الفضه وبيقول لها انها ممكن تحتاجها. وبيمشي لاريس وبنشوف سالي وهي قاعده في مطعم مع جونز وبيتكلموا عن الحادثه وعن قد ايه هي أثرت عليهم، وبتقول له سالي انها بتشوف حاجات غريبه من وقت الحادثه. فبيرد عليها جونز وبيقول لها ان هو كمان بيحلم بحاجات مرعبه وانه مش بيقدر ينام من ساعه الحادثه. وبعد ما بيخلصوا قعدتهم بتقوم سالي علشان ترجع بيتها، فبتشوف اصحاب جونز اللي رخموا عليها وقعدوا يرخموا برضو عليها تاني زي المره اللي فاتت، بس بتمشي بسرعه وبتسيبهم. ولما بترجع البيت بتكون متضايقه جدا بسبب الكلام بتاعهم، وبتكون حاسه بألم في كتفها بس مش بتكون عايزه تحسس امها بحاجه. ولما بتحاول امها تقرب منها علشان تفهم فيه ايه، بس سالي مش بتكون عايزه تتكلم مع امها وبتقول لها سالي انها مش عايزه منها حاجه. وبنشوف ليف وهي في المشرحه تاني وبيكون معاها الدكتور ويليام، وبيحاول ويليام يكتشف الاثار اللي على الجثه، وبيستغرب ويليام من الاثار والجروح ومش بيكون مصدق ان في حيوانات ممكن تعمل كده. وبيقول ويليام ان دي اثار ذئب، وبيقول لهم ان لو ذئب هو اللي عمل كده يبقى اكيد ذئب مش عادي ولازم ياخدوا بالهم كويس. وبدات ليف تربط كلام ويليام بكلام لاريس، بس بتحاول برضو تقنع نفسها ان لاريس ده بيقول كلام عبيط وملهوش اصل. وبيتم اصدار قرار بالبحث عن الذئب ده، وبتعين ليف مجموعه من الصيادين المحترفين علشان يساعدوها في التخلص من الذئب، وبيروحوا كلهم سوا بس ليف بتكون متوتره. وبنروح بعد كده لسالي وهي في المدرسه وبتكون عماله تتخيل حاجات مرعبه جدا ومش بتقدر تفضل في المدرسه، وبتمشي فجاه وهي مش فاهمه ليه بيحصل معاها كده. وبنرجع تاني لليف وهي مع الصيادين في الغابه، وفي الطريق بيشوفوا جثه شخص مشوهه تماما بطريقه وحشيه، وبيستنتجوا ان الذئب هو اللي عمل كده وانه قريب من المكان ده. وبتسيب ليف ظابط زميلها ومعاه الصيادين. بعد كده بتروح ليف هي وباقي الصيادين يكملوا بحث، وفجاه بيلاقوا كهف مخيف جدا وبيقرروا يدخلوا الكهف ده. وبنرجع تاني للظابط اللي معاه الصيادين وبيكونوا سامعين صوت حركه، وفجاه بيهجم عليهم الذئب وبيخلص عليهم. وبنشوف ليف والصيادين وهم في الكهف وبيلاقوا جثث كتيره جدا، وبيفهموا ان الذئب بيعيش في الكهف ده. وفجاه بيرجع الذئب للكهف وبيهجم عليهم، وبتحاول ليف انها تضربه بالنار لكن الطلق العادي مش بيجيب نتيجه معاه. فبتلاقي معاها بالصدفه الطلقه الفضه اللي لاريس قال لها عليها، وبتحطها بسرعه في المسدس وبتضرب الذئب بيها وفعلا بتخلص عليه. وبتتنقل بعد كده ليف للمستشفى هي واللي معاها، وبتكون اصابه ليف صغيره وما فيهاش ضرر عليها وعادي تخرج في نفس اليوم. بعد كده بتشوف جيني اختها سالي وهي بتتحرك بالليل في اوضتها وهي نايمه، وبتروح جيني علشان تساعدها. وبتشوف جيني ان سالي مريضه بس ما بتبقاش فاهمه هي عندها ايه، وبتفضل جيني قاعده معاها علشان تطمن عليها. وفي اليوم التاني بتروح ليف علشان تقابل الدكتور ويليام واللي بيكون في المعمل وبيدرس الذئب العملاق، وبيقول لها انه مش ذئب عادي لان مفيش غير الرصاصه الفضيه هي اللي تقدر تموته، وان ده مش شيء عادي لان الطلق العادي بيقدر انه يخترق جسم اي حيوان. والمفاجاه ان الذئب ده عنده ضفر زي البني ادمين بالظبط، وان التفسير الوحيد للحاله دي ان الذئب ده مستذئب ومتحول. فبتربط ساعتها كلام لاريس بكلام ويليام، وبتفهم ان لاريس كان عنده حق. وبتقول ليف لويليام عن لاريس وان كل الكلام اللي قاله طلع صح، وبتقرر ليف انها تروح تقابله علشان تفهم منه عرف كل المعلومات دي منين. وبيروح ويليام معاها، ولما بيوصلوا بيطلع لاريس كتاب قديم وبيحكي لهم قصه الفايكنجز وانهم اللي حرروا ذئب الجحيم، وبعد ما حرروه بدا يخلص على البشر. لكن المشكله ان كل اللي اتصاب من الذئب وما ماتش بيكون اتصاب من اللعنه منه، وبيتحول هو كمان لمستذئب. وبكده بدات السلاله دي تنتشر. وبعد ما بيموت الذئب ده بيكون في ذئب بيكمل من بعده، وعلشان يخلصوا من اللعنه دي لازم يخلصوا على كل الذئاب ويخلصوا من السلاله كلها. علشان كده لازم يتاكدوا ان الذئب الاخير ما جرحش حد وحولوا المستذئب، لانهم ساعتها لازم يخلصوا عليه لانه ساعتها هيكون ورث اللعنه ولازم يخلصوا عليه، وبكده يكونوا خلصوا من السلاله دي كلها. بعد كده بنشوف سالي وهي قاعده في البيت مع اختها وبتكون تعبانه جدا، وبيجي لها رساله من جونز وبيطلب منها انها تخرج معاه شويه. ولما بيخرجوا بيقعدوا سوا وبيكون باين عليهم انهم بيحبوا بعض. بعد كده بيرن تليفون جونز فبيسيب سالي وبيقوم يرد، وبتكون سالي ساعتها قاعده لوحدها تحت ضوء القمر بتحس بحاجه غريبه جدا وفجاه بتتحول لمستذئبه. ولما بيرجع لها جونز بتفضل سالي تترجاه انه يبعد عنها وهو ما بيبقاش فاهم فيه ايه، لحد ما بتفقد سالي السيطره على نفسها تماما وبتهجم على جونز وبتخلص عليه. وتاني يوم بيجي اخباريه ليف عن الحادثه اللي حصلت دي، وبتروح بسرعه لمكان الحادثه. وبتكون ساعتها سالي فاقده الوعي في مخزن جنب البيت، ولما بتفوق بتكون مش فاكره ايه اللي حصل غير انها كانت مع جونز، وبتلاقي شكلها بقى شبه المستذئبين وبتفهم ان في حاجه غلط. ولما بتروح المكان اللي كانت فيه مع جونز بتلاقي الشرطه ماليه المكان، وبتفهم ان هي السبب في كده وبتتضايق جدا وبتقرر تبعد عن المكان او تهرب. وبالليل بتركب اتوبيس
الاتوبيس علشان تهرب من المدينة، وهي في الاتوبيس بتشوف ضوء القمر وفجأة بتتحول من تاني، لكن المرة دي بتتحول لشكل ذئب كامل وبتكون شبه الذئب بالظبط ويمكن اكبر، وبتهجم على كل الركاب وبتقتلهم. ولما بيوصل لليف الخبر بتاع الهجوم ده بتروح لمكان الحادثة وبتلاقي ليف هدوم بنتها في الاتوبيس وبتفهم كل حاجة وبتفتكر كلام لاريس، وبتعرف ان طالما بنتها اتجرحت من الذئب يبقى اتحولت لذئب كمان. وبترجع البيت بسرعة علشان تشوف آرثر وجيني، وفعلا بترجع سالي للبيت لكن وهي ذئب وبتكون هتهجم على جيني، لكن بيتدخل آرثر في آخر لحظة وبياخد جيني وبيهرب، وبتفضل سالي تجري وراهم لكنهم بياخدوا العربية وبيجروا بالعربية. وبيكتشف آرثر انه اتجرح وبيقول لجيني انها تهرب بسرعة وتستخبى في مكان آمن. وبتكون سالي وصلت للمدينة وبتهاجم الناس اللي في الشارع، وبتروح ليف وويليام للمكان بسرعة. ولما بتوصل ليف بتلاقي سالي خلصت على عدد كبير من سكان المدينة، وبتلاقي آرثر بيموت وبيطلب منها تروح تنقذ جيني. وبتكون جيني عرفت ان المستذئبة هي سالي اختها وبتحاول ترجعها لطبيعتها، لكن سالي بتكون مش في طبيعتها وبتكون هتهجم على جيني، بس بتدخل ليف وبتاخد جيني وبتهرب. وبيضرب ويليام سالي بمخدر جامد لكن سالي مش بتتأثر وبتحاول تهجم عليه. وبيوصل لاريس وبيهجم على سالي بالعربية لكنها مش بتتأثر برضه، وبتهجم فجأة سالي على لاريس وبتموته. وبتهجم سالي على ليف وبتكون خلاص هتخلص عليها، لكن جيني بتروح تجيب سهم مخدر وبتضرب بيه سالي، وبينجح السهم ده انه يخترق جسم سالي ويأثر فيها وبتفقد الوعي. وتاني يوم بتروح ليف للمعمل وبتطلع رصاصة فضة علشان تخلص على سالي علشان دي الطريقة الوحيدة اللي هتقتلها، لكن ليف بتكون منهارة وهي بتعمل كده لان مهما كان فسالي بنتها، لكن ما بيبقاش في ايديها حل تاني، خصوصا ان سالي عمرها ما ترجع لطبيعتها وهتفضل ذئب طول عمرها. بعد كده بتخلص عليها ليف، وبكده تكون ليف خلصت على السلالة بتاعة الذئب الملعون. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه القصة اللي حابين نقدمها المرة اللي جاية.